متى صارت الحياة ضدك؟ تدري متى صارت الحياة ضدي؟ يوم اني حملت المجالس وحملت الدنيا وحملت جلوس مع الرجل، ذبيت ريع الحال، رحت خطنا في درب غير صحيح. وش الدرب اللي مو صحيح؟ الدرب اللي ما فيها مراجل، الدرب الغير ان فيها مراجل، يعني الدرب اللي ما فيها مجالس رجل. طيب يعني اخوي اثر عليك؟ واجد اخوي، انا واجد يا رجال، تقول له خير. مثل كيف يعني؟ مثل ان حتى جتني نصائح، يا ولد ترى رجع عمرك 28 29 30، ما انت بلاقنا اخويا، ما انت بلاقنا احد، كل اللي معك هذول بكره ما تلقاهم. عجلانها صارت كلها. فكرة عن شخص خويته وداك الطريق ما هو بزين. والله رجال جاني واعطاني زي ما تقول طريق مشروع، والمشروع هذا ما رضى على احد من اخواني هذول والدي وذي. وقلت يا ولد خليني اروح اغامر، كل الرجال على ما قال بيروح يجيب مراجل من نفسه، ورحت فيه وعجل اني تبهذلت من عقبه. لا يشكر له فضل الله ولا نصيحته. طيب اخويك الى الان ولا قطع؟ لا والله قلت الله يستر عليك وبغيت الله يستر عليك. طيب وش النصيحة اللي تقولها للناس من اصدقاء السوء؟ والله مجالس الرجال هي اللي بتودي للدرب الصحيح، مجالس الرجال ما مدتك كثيره، والله لو ان فيها ويش ما تودي كثيره، خذ العلم الخل. مجالس الرجال فيها نصائح، واللي فيها رجال صد سيده وراعين صلاه وراعين دين وراعين مراجل، هذه اللي بتوديك الدرب الصحيح، غيرها تراك بتضيع. بس خذ العلم الخل. اثر عليك نفسيا؟ والله نفسيا لا الحمد لله، الرجال وتحمل صبور، لكن اثر علي كان معارف كالدنيا، خسرت ناس وخسرت ناس قريبه. ناس قريب؟ الله اقول الله يوفقك التوفيق. امين وياك. ترى كل شخص بحياته تصير له مشاكل وهذا طبيعي، والرجال يتحمل ويمشي في امور، والدرب اللي يمشي فيه يكون قده ولا لا؟ يا سلام عليك. اي والله الله يبيض وجهك الحلال. وفعلا ترى الاخطاء تصير، وحنا ما احنا انبياء. اي ما احنا معصومين من الخطا. نعم الخطا وارد، لكن الرجال ينتبه يتعظ على ما قال، ياخذ درس. نعم. وكل الاحسان لك كبوه. نعم. الله يبيض وجهك ويعطيك الجنه. الحمد لله لقيت طريق سليم وذبيت ريح الحمد لله، والحين سيدان. بيض الله وجهك الحلال. الله يرحم والدي. طول عمرك يا وياك.